ما شفتوش الحلقات اللي فاتت هسيبها لكم في الاي اللي فوق، ولو شفت الحلقات اللي فاتت يبقى مشاهدة ممتعة، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الحلقة الجديدة. واسياد الاشباح التانيين لاحظوا ان موجة الاشباح في المنطقة بتتصفى، وظهر انها شغل لين فينج. واحد من اسياد الاشباح قال للجمهور ان سور المدينة اتخرق ولازم حد يساعد، ولين فينج سمع طلب وراح ناحية السور، ولما وصل هناك قضى على كل الاشباح بره السور، وبعدين امر جونج تتعامل مع الاشباح اللي قدرت تدخل جوه. ولدهشة الجميع جونج استخدمت طاقتها الشبحيه وقتلت كل الاشباح اللي جوه، ولين فينج فضل يلف حوالين نفسه وهو بيفكر ان شنطه المرسل فعلا شغاله، وفجاه اتلخبط لان النظام وقفه وظهر له اشعارات، ورجع يبص على الساعي الشبح لكن ما لقاش. ولين فينج فكر ان في حاجه غلط لان الساعي اختفى بطريقه غريبه والاشباح الصغيره التانيه ما اتجمعتش حواليه. وحد بعد كده هو تهاجم لين فينج من وراه، لكن قبل ما يتأذى ان هو استخدمت مجله لوقف الهجوم، والشبح المظله كمان جه ولين فينج علشان يحمي من التهديد. ولما الغبار اتضح شافوا تابوت في نص الدخان، والتابوت اتقلب، وواضح ان الشبح الشرير من المستوى الثالث الهويه اسمه رأس بوذا. ولين فينج اتعصب لان الشبح دوت خبى الساعه في مكان ما، واسياد الاشباح التانيين بداوا يبعدوا عن نطاق الشبح من المستوى الثالث، وبصوا على لين فينج اللي كان على وشك يبتدي حرب مع الشبح الشرير. والشبح الشرير استدعى توابيت كتير لكن لما اتفتحت كانت كلها فاضيه، واسياد الاشباح التانيين لقوا نفسهم متقفلين جوه التوابيت. وزو الرئيس وكل الاسياد الاشباح الكبار لقوا نفسهم محبوسين وما يقدروش يصطادوا اشباحهم. ولين لاحظ ان الاسياد الاشباح حواليه اختفوا فجاه، ودوت تكنيك شبح تنقل زي اللي كانوا بيعملها شبح ميراج، وده حتى قفل مجال جونج كله وجوه التوابيت. لكن لحسن الحظ جونج قدرت تمنع الضرر عن مركز الابحاث. ولين فينج لقى نفسه في موقف صعب لان دلوقتي مش بس لازم يتعامل مع شبح من المستوى الثالث، كمان لازم ياخد باله من الناس اللي مش قادر يقاوموا موجة الاشباح. وفي الوقت دوت ساعد بريد الشبح كان بيغني بهدوء وناسي خالص شنطته مش معاه. ولين فينج فكر ان المهمه صعبه شويه ولكن فات الاوان للتغيير ولازم يحلها بسرعه، وفي اربع حاجات لازم يعملها. اولا يمنع نفسه من انه يتسحب جوه التابوت، وثانيا يقاوم موجة الاشباح، وثالثا ينقذ الناس المحبوسين، واخيرا يهزم الشبح من المستوى الثالث للهويه. واللي يقدر يساعده يقاوم المستوى الثالث هم جونج وسيده الديره، وامر سيده الديره تساعده يقاوم تكتيكات التوابيت. وبعد كده امر شبح المظله يهاجم موجة الاشباح ويحمي مدينه الربيع، وخد شنطه المرسل من تونج وحطها في المخزون. وبعد كده هو امر شينهوا وتونج يهاجموا الشبح راس بوذا. ولين فكر ان تونج في الحاله المتحوره بتاعتها تعادل نص مستوى الثالث ومن الهويه فممكن تقاوم شويه. وجونج حاولت تفتح التوابيت لكن ما قدرتش، وبعدين اقترحت على لين فينج يخربوها، ولكن فكر ان دوت هيأذي الناس جواه والتوابيت. بعد كده امر اتحرك كل التوابيت لمكان امن، والطريقه الوحيده لهزيمه راس بوذا دلوقتي كان جونج تبدا تمتص التوابيت داخل جسدها الروحي. والشبح الشرير اتعصب وجهز يهاجم، لكن قبل ما الهجوم يوصل لجونج او التوابيت تونج استخدمت شكلها متحول ووقفته، وكمان نسخه تانية من تونج هجمت من ورا. ولين ابتسم وفكر ده غلطتي اني جبت توابيت كبيره كده ورايا، وعمل نقطه عمياء. لكن الشبح استخدم 7 توابيت تانية للهجوم على النسخ ورا ظهره. ولين قال لتونج تاخد بالها، وشين هوا وتونج اندفعوا وراه. وبعد كده امر جونج ترجع ليه وتدعمه، وجونج طلعت على الشبح الشرير وهجمته من فوق. وزي ما لين فينج توقع الهجوم نجح، والشبح بوذا اتعصب وتحول لشكل تاني. ولين قال للارواح يكونوا على استعداد، الشبح الشرير هيستخدم القدره بتاعته المستوى الثالث للهويه، وشال شويه سلاسل وقدر يجرح كل روح من ارواح لين فينج، وبما فيها هو. ولين فينج فكر لو ما كانتش جونج مشتته كده علشان تحمي الكل ما كانش هيقدر يتأذى من هجومها. ولين فينج عارف ان جونج وتونج اتجرحوا جامد فقرر يخاطر واستخدم سكينه وقطع ايديه وصب شويه من دمه على مظله الاشباح وصاح تحيه دماء الاشباح الحقيقيه لتقويه القوه. ولما فعل المهاره قوه هجوم لين فينج زادت بنسبه 200%، كانت بتقتل الارواح بسهوله وكل ثانيه كانت بتنقص من عمر سنه واحده. ولين فينج بعد كده دمرت سلاسل روح بوذا واقتربت منها، وروح بوذا فهم ان مش هيقدر يكسب فحاول يهرب عن طريق القفز في السماء، لكن اتقفل عليه بواسطه نسخه تانية من لين. وبعدين جونج استخدمت قدره الهويه بتاعتها وابتلعت الارواح وقتلتها وكسبت 24,000 نقطه خبره على القتال. والنظام حدث وقال ان مظله الاشباح بتاعت لين فينج ليه وكمان ممكن تطور وتسأل اذا كان عايز يكمل. ولين فكر مع ان زياده التضحيه بالدم بتستهلك العمر، لكن لحسن الحظ عمره اطول من الناس العاديين، وبص في المرايه واطمن انه لسه زي ما هو. وبعدين امر النظام يطورها وهي طورت ووصلت برضه للمرحله الثالثه من الهويه. ولين فكر بعد كده ان لينجلو كمان ممكن تتخطط لقدره الهويه، ومع عدم اكتساب الملكه يو دلوقتي في 3 من 3 اشباح مرتبه في الهويه. ولين بعد كده افتكر دلوقتي بما ان روح بوذا ماتت الناس اللي في التوابيت المفروض يقدروا
يخرجوا. وزي ما كان متوقع الكل بدأ يطلع من التوابيت، وسيد المدينة سأل الكل ايه اللي حصل وليه روح التوابيت اختفت. وبعض سادة الأشباح قالوا لهم انهم كلهم اتقبض عليهم من الأرواح ديت ولسه دلوقتي بيطلعوا. وبعدين لاحظوا ان موجة الأشباح كلها بترجع للخلف. والسيد لاحظ لينفينج على الجرف وتساءل اذا كان هو اللي عمل كده، وهما سؤال بس ازاي ده ممكن يقضي على المرحلة الثالثة من الهوية ويمنع الأشباح من الاختباء في نفس الوقت. وفوق ده كله عمره لسه ما وصلش ل 20 سنة. وساعي البريد طلع كمان واندفع ناحية لينفينج علشان يهاجمه، بينما زو ركضت ورا وحذرت لينفينج، ولينفينج شافه جاي ناحيته وقال يا خسارة هو مش محتاجه خلاص. وبعدين أمر سيدة الدير تسيطر على روح ساعي البريد، وهي استخدمت مجال الأشباح بتاعها ومعبد الوحدة لأن القمع هناك هيبقى أقوى 3 مرات. ولدهشة لينفينج شريط التقدم بدأ من 61%، وبعدين فهم إن دوت مش أول مرة يظهر فيها ساعة البريد، ويمكن يكون روح معبد الوحدة قبل كده هو كذا مرة، علشان كده هو الطبيعي يكون فيه 60% ألفة. ولما ساعة البريد دخل المعبد شريط القمع وصل ل 70%، وبعدين استخدمت سيدة الدير القمع السمكة الخشبية، وساعة البريد كان بيصرخ من الألم وبيصغر في الحجم مع فقدانه كل قوته. ولينفينج بعد كده هو قال لسيدة الدير ما تقتلوش، وفشل ساعة البريد وربطه مع حقيبة الرسائل وهو مفكر يمكن يفيده في المستقبل. وكلهم بعد كده مدحوا لينفينج وقالوا له انه بيقوى اكتر واكتر، والسيد شكر على انقاذهم ومساعدتهم في سد موجة الاشباح. ولينفينج اتلخبط وقال لهم ما يلاقوش من دوت. وبعدين فريق البحث اطلق اخر قمر صناعي، وبعد شويه اخت زو قالت للكل ان القمر الصناعي التالت دخل المجال بنجاح، فالمهمه كانت نجحت بالكامل. وكل اعضاء فريق البحث وكل ساده الاشباح بداوا يهللوا ويدعوا لينفينج على كل اللي عمله. وبعد فتره الاخوات كانوا بيشرحوا للينفينج عن القمر الصناعي وان وظيفه القمر الصناعي هي التواصل والكشف. والاخت الصغيره اعطته دليل الاستخدام وقالت له وقت ما تحب تغطي منطقه معينه ممكن تتواصل معانا لتغيير المسار. لين قبل الدليل وهو بيفكر في ان في المستقبل مش هيخاف من الاماكن البعيده ولا من عدم وجود اشاره. والاخت الكبيره بعد كده هو دعيته لبيتها علشان يرتاح كام يوم، وقالت له ان عندها نبيذ كويس واكل كويس. ولين فينج شكرها على الدعوه بس قال انه لسه عنده حاجات مهمه يعملها، وزي انه محتاج يروح للقياده علشان يستفسر عن الاشباح. وهو بيتكلم معاها زو ركضت عليه وقالت له انها استلمت رساله من القياده. ولين فينج قال يا له من صدفه وسأل مين عايز يقابله. وزو ردت ان مؤسسه تحالف لساده الاشباح الجد فراشه عايزه تقابله. ولين فينج اتصدم لما عرف ان مؤسسه تحالف ساده الاشباح سيدة. وزو قالت له انها نادره ما تظهر وغامضه لمعظم الناس في القياده. ولين سأل زو اذا شافت الجده ديت قبل كده، وزو قالت له لا محدش في القياده يعرف شكلها لانها دايما بتستخدم طاقه الاشباح لتكوين شبح وتتحدث معاهم. ولين فينج سمع انها قالت ديت اول مره تطلب تقابل حد فكده اكيد مهم جدا. ولين فينج وافق وبعد شويه قرر يروح مقر تحالف ساده الاشباح. وروي كانت بتحكي له ان القمر الصناعي اتظبط والاشاره بقت قويه جدا وربط الجمعيات المختلفه بقى اسهل. وقالت له مع الحادثه اللي حصلت هو بقى مشهور ومحبوب عند الاسلاف في القياده. ولين كان بيشك على الرساله من الاربع بنات الجميلات اللي بيفهموا وفكر انه عدد التواصل بتاعه على وشك ينفجر. وروي قالت له انه حسب اللي سمعته اعضاء عيله واختفوا من غير اي اثر. ولين رد انه سمع عن دوت كمان وقال اكيد ووجي خايف من الانتقام وبيستعد دلوقتي يشوف خطه معينه. وروي وافقت وقالت ليه يكون حذر لان ووجي ماكر ومخطط كويس. وبعد ما وصلوا للمكان روي قالت للين فينج يدخل وهي هتستناه بره. ولما لين فينج دخل الجو كله اتغير فاستغرب وسأل نفسه اذا كان دوت عالم الاشباح. وبعد كده هو لاحظ شكل غامض على قمه برج وطلع له. لما وصل سألها اذا كانت الجده فراشه، ردت له وقالت له ايوه، وراحت على طول للنقطه المهمه وقالت له انها معجبه بيه جدا وان في قدر في مكان ما فممكن تجاوب على 3 اسئله ليه. ولين فينج سمع دوت وسأل بسرعه عن روح معينه وقال لها انه راجل لابس توباس ازرق وبيستعمل مضرب وسيف النميمه علشان يتحكم في مجال الاشباح. وهي همست كلمه روح تيس وسالت لين فينج هو شافها فين بالظبط، وقال لها بالصدفه ان روح تيس كان لها تاثير على واحده من ارواحه فعايز يتعاقبها. وقالت له بالصدفه هي كمان قابلت الروح ديت قبل كده لكنه هرب ودوت اللي اخدته منها. بعدين اعطته قماشه من رداء الروح وقالت له انه يقدر يتعاقبها بيها. ونصحت لين فينج يكون حذر لان روح التوباس صعبه جدا. ولين بعد كده هو اتسالها السؤال الثاني ايه المرحله اللي بعد الثالثه في الهويه. ردت له فوق المرحله الثالثه من الهويه هو مستوى الحلم بالظبط، ده روح متعافي بالكامل. وتعافي الروح ممكن يتقسم لعده مراحل، مرحله القدر ومرحله وعي التعافي. واضافت ان التعافي الكامل كمان متقسم لمراحل وفي الوقت دوت الروح هتلاقي كل القدرات اللي المفروض يكون عندها وخصوصا الارواح هي مفتاح لتحديد قدرتها على اظهار فعاليه القتاليه. ولين سالها يعني تعافي الوعي ان الروح هتبقى عندها وعي بكامل وتفكر بشكل مستقل. وقالت له ايوه وانت ذكي جدا. وبعد كده قالت له ان بعد ما اي سيد اشباح يتدرب روحه لحد اقصى المرحله
الثالثه من الهويه بيحصل على 3 فرص نسبيه ان الروح تتعافى بالكامل، لكن لو فشل كل ال3 مرات سهل يفقد السيطره. ولين فينج شكرها على كل حاجه وسالها اذا ممكن ياجل السؤال الثالث لوقت لاحق، وقالت له ممكن، وبعدين ودعته واختفت. ولما رجع روي سالته ليه خرج في اقل من دقيقه اذا كان قابل الجده فراشه، ولين فكر اكيد هو كان هناك اكتر من دقيقه، وبين ان روح الجده مميزه شويه. وروي بعد كده قالت له يروح فيلتها يرتاح ويقدروا يتكلموا هناك بالليل. وجوه فيلة روي لين فينج قال لها انه بيتعاقب روح التوباس وعايز يسال اذا عندك قدره الهويه الارواح على دوت، لان الروح اللي بيتعاقبها قديمه جدا. وروي ردت انها مش عارفه كتير عن الموضوع، لكن لو مستعد ياخد حمام معاه هي هتساعده. ولين ابتسم وقال لها بطل هزار. وبالليل لين فينج ادى قطعه القماش بتاع التوباس لجونجو وقال لها تحقق اذا كانت تقدر تتعاقبه، واستخدمت قدراتها على القماش. وزي ما لين فينج توقع قدرتها على التعاقب لسه ضعيفه شويه، وفوق دوت كل روح التوباس عمرها 1000 سنه بيختفي بعمق. وبعد ما فكر شويه افتكر ان دلوقتي معاه ساعه البريد، وفكر انه طالما واحد بيكتب رساله للطرف الثاني، الروح العاديه اللي بتوصل للرساله بدون شروط اقوى بكتير من اي قدره تعاقب. ولين خرج الحقيبه وفكر يا خساره ساعه البريد مش قادر يتوصل الرساله دلوقتي. وبعدين ادى حاجاته والحقيبه لتونج وفكر يلا نجعلها ساعه البريد الجديد. ولما عمل كده هوت النظام قال له ان تونج ممكن تبقى ساعه البريد لكن نسبه الانتاج دلوقتي 20%. ولين فكر فعلا اشتغلت لكن كفاءه الانتاج منخفضه شويه ولازم تتعود عليها يومين. وتاني يوم لين ادى رساله لتونجو علشان توصلها وقال لها لو حست انها متحكمه هيسحبها. وبعد ما سلمت الرساله شينهاوا استخدمت مهاراتها في الفلاش وظهرت بعيد عن تونجا شويه. بعد كده هو تونج ركضت بسرعه عليهم وقطعت طريقها من وسط عده اشباح لكن محدش هاجمها، وسلمت الرساله مقابل شويه طاقه اشباح من شينهاوا ونسبه الانتاج زادت 40% تمام. والمره اللي بعدها لين كان مرتاح في السماع على جسم تونج المرسوم، لكن تونج قدرت توصل الرساله هناك كمان ونسبه الانتاج زادت 50%. والمره اللي بعدها حفرت تونج حفره تحت الارض عشان توصل الرساله، وبكده توصيل ناجح وقدرت توصل النسبه 90%. ودلوقتي تعبيرها بقى زي ساعة البريد. ولين بعد كده هو قال لشينهاوا يكتبوا رساله لروح توبسا علشان يقدروا يعرفوا هو مخبي فين. وشينهاوا كتبت شويه كلمات على الرساله واديتها لتونج علشان توصلها، ولما استلمتها تونج ركضت بسرعه كامله. ولين فينج قال لجونج تتبعها ولمس الرمز بتاع تونج وقال له مش محتاج يقلق على فقدانها. وبعد ساعات لين فينج فكر ان تونج بتجري بسرعه كبيره من غير اكل او نوم، وده فعلا لا يقارن بالبشر قاعدين زيه. وكان عامل مخيم بره وفكر الحمد لله جونج يقدر تتبعها فانا ارتاح بالي. ولين افتكر المعاناه اللي مرت بيها الملك كايو وقرر يروح يطمن عليها. وبعد ما غاب عنها فتره طويله راح يقابلها ولقاها بترطب جسمها الحقيقي باللؤلؤه وقرب منها وقال لها لو مفيش حاجه تانية هلاقي روح توبس قريب وبعد كده هو تساعدك في قتله. وده خلى الملكه سعيده جدا. وبعد شويه لينفينج وصل للمكان اللي تونج فيه وتابعها لحد ما وقف جنب تمثال. ولين لاحظ ان في حاجه غلط في التمثال لانه كان واقف مواجه للجدار وشاف معبد طويل وفكر يمكن الارواح محبوسه في الجداريه وحاول يدخل لكن فكر انه مكسور ومش قادر يدخل. لكن لدهشته تونج قدرت تعدي منه بسهوله. ولين فينج قال لها توقف وفكر روح توبس دمرت مملكه يول قديمه من الاف السنين. وقتها كان في مرحله ثالثه من الهويه ولو طور بره مفيش اي سيد اشباح يقدر يقاومه بسهوله. لكن خلال ال100 سنه اللي فاتوا من التعافي الغريبه مفيش اي سجل عنه. الاحتمال الوحيد ان روح توبس اتسحبت من ساعتها، يعني كان في علامه تعافي غريبه من الاف السنين لكن على نطاق صغير وبعدين اتقفلت بحاجه. وبعد كده هو تفكر لو اتحبس من الاف السنين ازاي الجده فراشه عندها هدوم روح التوبس، وتساءل اذا الجده فراشه عاشت اكتر من 1000 سنه وقرر يسيب تونج تغوص جوه ويشوف. ولين بعد كده هو اتقال لشينهاوا يغير محتوى الرساله ويسال روح توبس اذا محتاجه مساعده. وبعد ما غير المحتوى قعد الرساله لتونج تاني وقال لها توصلها. وبعد شويه خرجت من الجداريه ورجعت الرساله لينفينجا وزي ما توقع الروح فعلا كانت محبوسه جوه الجداريه. وادى الرساله لجونجو وقال لها تتحقق اذا قدرت تحس بقوه روح توبس من الهاله الشبحيه. وبعد ما فحصتها على مستوى واحد لين فكر توبس فعلا قوي لكن عنده كمان 3 ارواح من نفس المستوى والملكه هتساعد كمان. وتحمس وفكر علشان اربط الملكه بنجاح الموضوع يستاهل القتال. ولين بعد كده هو اخد حقيبه المرسل من تونج علشان يختفي وبحسب قواعد ساعه بريد المفروض يقدر يدخل ويخرج من غير ما يسيب اي اثر. وقبل ما يدخل الجداريه تونج وقفته واشارت لشخص وراه. ولين لاحظ حد فوق جرف وتساءل اذا الارواح التانيه ظهرت والشخص دوت كانت بنت صغيره وقالت له ما يسقش فهمها. ولين راح عند المدخل وسالها اذا هي سيده اشباح وردت ايوه وقالت ان سيد اشباح من يو تشين وكانت في مهمه وحست بطاقه شبحيه فجت تتاكد. ولين قال لها تروح بعيد لانه خطر وفكر ان شبح البنت دوت في الهويه المرحله الاولى وقوي جدا بالنسبه لعمرها. والبنت شكرت لين
فينج ومشي بسرعة. وبعد ما راحت لين دخل الجدارية ولقى هيكل عظم الإنسان، ففهم إن العظم ده لازم تكون للرعب اللي ختم روح التوبسة. ولاحظ لينفينج إن روح التوبسة في المعبد، وبدون أي تضييع للوقت أمر لينفينج كل أرواحه تساعد الملكة في قتل روح التوبسة، وكلهم هجموا على توبسة مع بعض. لكن حتى بعد ما اتقاتلوا وهاجموا مباشرة، روح التوبسة ما اتأذبتش. وبعد ما أمر سيدة الدير تتسرع وتحلله أرواح لينفينج بما فيهم الملكة شنوا هجوم شامل على توبسة تاني. وبينما تونج كانت هتهاجمه بسيفها، لكن توبسة سبب الأرض وتحول لمصفوفة نميمة. ولما كانت على وشك تبتلعها شينهاوا قربت وحركتها بعيد. ولين قال ده لازم يكون قدرة الهوية بتاعت روح التوبسة، وقال للجميع يكونوا حذرين. وجونج كمان استخدمت قدرة الهوية وابتلعت مجال روح التوبسة، وبعدين استخدمت مدينتها مدمرة لتدميره، بينما الملكة استخدمت مجالها للقمع. وشريط القراءة لسيدة الدر وصل ل 9%. ولين فينج فكر متوقع من روح عمرها 1000 سنة وحسب الهوية تالتة والتانية، ومن زمان ما قدرتش تتحمل هجمات مكثفة زي ديت حتى بعد الهجوم المستمر من أرواح من المرحلة التالتة ومن هوية. وشريط القمع وصل 14%. وبعد ما اتضرب توبس من الملكة وتونج كان كذا مرة، توبس اتعصب وطلع كمية هالة ضخمة. ولينفينج لاحظ ان طاقته اتضاعفت فورا، فاستوعب ان توبس هيتعافى بالكامل. ولين بعد كده هو امر الكل يرجع لان توبس كان على وشك التعافي الكامل. ولما خرجوا بره قال ده خطر، ودوت كان قوة التعافي الكامل. ومجرد موجة ضوء كانت قوية. لينفينج شاف شريط القمع وصل 19%. وقبل ما يرجعوا ويجروا بعدين قال الارواح يرتاحوا ويتعافوا الاول وبعدها يهاجموا تاني. وفجأة اتفاجئ لما بص على جهاز التواصل بتاعه لان في رسائل كتير في 10 دقايق بس. وشاف رسالة من روي بتسأله اذا في اي تقدم بخصوص روح التوبسة لانها فاتت اكتر من نص شهر. ولينفينج فهم ان تدفق الوقت جوه الجدرية مختلف شوية، وده علشان يخدموا روح توبسة يقللوا الوقت لتجنب اي حادث. وفكر ان الراب اللي حبس توبسة كان حكيم وقوي جدا. وفي الليل لينفينج كان بيفكر ان فرق الوقت بين جوه وخارج الجدرية كبير شوية، علشان كده هو تخلى جونج ترتب الامور بطريقة ما تتدمرش من الارواح اللي بره بعد ما ادخل. ولاحظ نفس البنت من قبل كده وهي بتقاتل روح شريرة. ولينفينج شاف الخريطة وفكر حسب موقع جهاز التواصل فعلا في قاعدة صغيرة في مدينة بيلي للغرب، لكنها لسه لوحدها في مهام في الوقت المتأخر دوت، وكانت بتتسلق الحيط علشان توصل للقمة. لكن فجأة اتفاجئ بظهور لينفينج وسألها مش خايفة تجري في البرية، وقالت له ان روح صعبة ظهرت في مدينة باي صغيرة للشرق، فهي رايحة تحل المشكلة لان مفيش كتير من سادة الاشباح الاقوياء اللي يقدروا يتعاملوا معاها. ولينفينج سألها هي ساكنة فين وعرض ياخدها بالعربية، لكنها اشارت على العربية وقالت هي هم جايين يلموني. وبعد ما شكرت لينفينج وودعته راحت. ولينفينج تمتم لنفسه انه كان ممكن يفكر كتير بعد كل دوت واحد بشري والتاني شبح. وبعد شوية رجع جوه الجدرية وزي ما توقع بعد ما خرجوا قبل كده روح توبس رجعت لحالتها الأصلية من غير أي فرصة للرد. أرواحهم الملكية هاجموا على توبس زي الأول ومن غير ما يتعافى بالكامل. في البداية الخطة بدأت تشتغل وسيدة الدير كانت شغالة وشريط القمع وصل ل 20%. وبعد شوية الشريط وصل ل 28%. وتوبس بدأ يتعصب وبعد كذا ضربة بدأ يتعافى بالكامل تاني. ولينفينج قال للكل يخرجوا، ولما خرجوا بره فكر كل ما الأرواح تستخدم حيلة أكتر أسرع هيبقى تقدم التحليل. والمرة اللي فاتت دخل وقتل أكتر من نص ساعة، لكن المرة ديت استمرت 20 دقيقة بس. لحسن الحظ تقدم التحليل وصل 32%. وبعد ما ارتاحوا شوية هو وأرواحهم هاجموا تاني على توبس ونسبة القمع وصلت 41%. والأرواح التانية كانت مستمرة في الهجوم. ولين فكر إن نسبة القرار هتوصل ل 55% قريب، وكان باقي حوالي 5 دقايق لما روح توبس هتحاول تتعافى بالكامل وشريط التقدم وصل 52%. فقرر لينفينج ما يتراجعش ويحسمها مرة واحدة. ولما روح توبس حاولت تتعافى بالكامل شريط التقدم كان بالفعل وصل 54%. ولما وصل 55% فجأة حس توبس بألم شديد وفقد قوته، وبعدها تعافى بالكامل بنجاح. لكن كان فات الأوان لأن اتقمع بالفعل. ولينفينج قال لتونج وشينهاوا يكونوا المهاجمين الرئيسيين ويقتلوا روح التوبس مع كل. وتوبس حاول يتأزم لأجزاء علشان يهرب، لكن تونج والباقيين قضوا على كل جزء منه. والنظام قال إن أرواحه اشتغلت مع بعض لقتل التوبس وكسب خبرة وعززوا أرواحهم. وسيدة الدير اتحسنت بشكل كبير بالقانون، وكمان حصل على رداء التوبس المكسور. كمان اتضاف إن روح لينج وشينهاوا ممكن تطور للمرحلة الثالثة من الهوية، ومهمة ربط روح الملكة يوك اتعملت فدلوقتي ممكن يربطها. ولينفينج مدح تونج على مجهودها وقال إنهم هيشتغلوا على قدرة الهوية بتاعتها بعدين، ولو عندها أي فكرة كويسة ممكن تقولها له. ومدح شينهاوا كمان وسألها هي هتستخدم أي نوع من قدرات الهوية، وهي ردت بسرعة إنها عايزة مهارة المراوغة في المستقبل. ولينفينج فكر إن تونج وشينهاوا كانوا أول 2 من الأرواح اللي تبعوه وأخيرا وصلوا للمرحلة الثالثة من الهوية.
دلوقتي جه وقت الملكة يو، فالنظام سأله تاني إذا عايز يربطها، ولين رد بالإيجاب وقال إن الملكة ما تقلقش ومفيش حد هيجرؤ يضايقها بعد ما تتبعه. بعد ما الربط تم بنجاح، لين فينج فكر في قدرتها في الهوية، ولين فينج بيفكر في قدرة الملكة يو إذا كان جسمها الحقيقي مرتبط بالتعافي الكامل بتاعها. وفي الوقت دوت تونج ولينج كانوا بيلعبوا مع جونجا، ولين فينج قال تعالوا نطلع على العظمة ديت للدفن، ولما لمس لين فينج عظمة الرعب اتفتتت من جوه وخرج منه قطعة أثرية شبحية، والنظام قال له لوحة الأرواح الشريرة ابتلعت قطعة الأثرية وهتتحول لأرواح كويسة خلال شهر وتكتسب قدرة القطعة الأثرية، ولكن لو البشر ابتلعوها هيموتوا أول هيتحولوا لشبح منزلي. ولما خرج بره لين فينج كان بيفكر إن قضى ساعة جوه الجدارية، يعني كان حوالي شهرين مرورا بره، وراح وشاف الجهاز وفكر كذا شهر عدوا ولسه ما فيش أخبار من وجيه، فقرر يرجع للمدينة العليا. بس قبل ما يمشي كان في حاجة واحدة عايز يتأكد منها. بعد شوية وصل للمدينة الصغيرة جنب الجبل وسأل عن البنت اللي شافها قبل كده هوت، لكن رئيس القرية قال له إنهم عمرهم ما سمعوا عن البنت عندها روح خيال قشة. وسأل لين فينج عن سن البنت وقال له شكلها حوالي 18 سنة أو 19 سنة. وبعدين رئيس القرية قال له إن لو البنت بالمستوى ده اتظهرت في منطقتهم كان لازم المقر الرئيسي يكون أخد بها من زمان، فما فيش أي فرصة إنها تكون من قريتهم. وزوجته ضافت إن مدينتهم صغيرة جدا وما فيهاش أي سيد أشباح من رتبة الهوية أو أعلى. ولين فينج اتأكد إن في مشكلة في هوية البنت، والبنت ديت سيدة أشباح مش من المنطقة، وظهرت بره المغارة مرتين وكسبت إنها في مهمة. وآلاف السنين فاتت وكان الخرافية كانوا خايفين من الشبح الحبل الأحمر، والبنت كانت ناشطة جنب الكهنة، فبان إن الاتنين نفس الشخص. بس بعدين فكر دوت مش منطقي، واحد بشر والتاني شبح، ولو الشبح الحبل الأحمر اتعافى بالكامل زمان واتطور لآلاف السنين ممكن يتنكر كإنسان من غير ما حد يكتشفه. وفجأة فكر إن الجدة فراشة هي البنت الصغيرة ديت، والشخص الوحيد اللي عرف يستخدم الركن تتبع روح توبسي كانت الجدة الفراشة. ولو دوت صح يبقى مذهل جدا، ودوت يعني إن مؤسسة تحالف سادة الأشباح مؤسستها فعليا شبح أو شبح متعافي بالكامل. ولين فينج فهم إن الجدة فراشة تبعته للمغارة وتحولت لبنت سيد أشباح وصادفت شبح صغير، والاتنين ظهروا بالشكل دوت علشان يتأكدوا إنه قادر يتعامل مع الأشباح. كل التفاصيل صح، ولين فينج يتساءل ليه شبح عايز يؤسس تحالف سادة الأشباح، وهل هي صديقة للبشر ولا عدوة. وتاني يوم لين فينج كان بيجهز علشان يمشي للمدينة العليا، وجاله اتصال من لي وكانت بتعيط على التليفون وبتطلب منه يجي ينقذ أبوها لأنه على وشك الموت. ولين فينج اتصدم وقال لها ما تقلقش وهعجل وارجع فورا، وكان فاكر ان اللورد هاي صحته كويسه قبل كده هوت وقال انه يقدر يعيش كذا سنه كمان، فازاي حصل دوت فجاه. وفي اليوم التالي في قصر اللورد هاي في المدينه العليا كان في حاله سيئه، والجنرال بي وجيو كانوا هناك وقالوا لو لورد هاي وصل للحاله ديت يبقى لازم يتقفل فورا الا لو الروح اتجننت المدينه هتتهدم. وجيو قال الوضع غريب جدا المره ديت، بس ماستر روي جوه فهي تقدر تاخد قرار وتنقذهم. وينسى ليو اذا قدرت تتواصل مع لين فينج، وردت ان التواصل امبارح لكنه بعيد في الشمال الغربي فهي مش عارفه امتى يقدر يرجع. ماستر روي فحصت ابوها وقالت رغم ان بعض الارواح عندها قدره لعنه على البشر لكن ما يقدرش يتخطوا روح اللورد هاي. وين اتصدمت وسالها اللي اتضرب فعلا بنوع من اللعنات، ورو قالت ده نادر جدا لكن في سيد اشباح في الجنوب عنده شبح زي دوت ولكن شخصيته رتبه اس، فلو كانت لعنه الهويه ما فيش طريقه تتخطى ارواح اللورد هاي. وحد فتح الباب وسال ايه الاخبار العمده. كل البنات فرحوا وصرخوا ده لين فينج. وبعد شويه لين فينج قال للين ان ابوها كان ماشي في الجنينه امبارح وفجاه وقع مغمى عليه، وحسب الماستر روي ممكن يكون اتلعن من شبح. ولين فينج قال لها تؤمر المسعفين يخرجوا لان الموقف فعليا فاق قدراتهم، وقال ممكن يكون متامرين عليه علشان يمرضوا بشكل حرج، فلازم الاخبار تتقفل علشان ما يهزش قلوب الناس. وفحص جسم العمده وما لقاش اي اثر لسم في عينيه وخدوده واظافره. ولين قال له ان الفحص كمل وجسم ابوها مش هيتاثر باي سم. ولين سال الماستر رو عن قدره اللعنه اللي ذكرتها وهل ممكن تتخطى الارواح وتهاجم سده الاشباح مباشره، وردت لو لعنه الهويه والعمده مش تحت حمايه مجال الاشباح يبقى ممكن. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وسلام.